شيل الصور اللي على جنب دي لغايه ما نبقى نعدمها. نعدمها ليه يا حاج؟ مش قد كده. حاضر نعدمها. واعمل حسابك من اول الاسبوع الجاي تفضي نفسك تماما. صبح ولا ليل؟ صبح وليل، كل يوم حسب ظروفه. جالنا فيلم سيما هنعمل الفوتوغرافيا بتاعتك. طب بعد اذن حضرتك، انا كان عندي فيلم كنت مصور حاجه بالكاميرا بتاعتي وكنت عايز يعني ماله الفيلم ده؟ عايز حضرتك تطبعه لي وتحمضه لي بعد اذنك. صورته فين؟ في الفرح. من غير اذن مني؟ يا حاج كان في مليون واحد بيصور في الفرح. دول عاملين زي حراميه الغسيل. الفرح انا متفق عليه رسمي. طب حضرتك اعتبرني زي حرامي الغسيل وحمض لي الفيلم. ماشي. دي اخر مره تتصرف كده من غير ما تاخد اذن مني. يعني بتاكل وانت ساكت؟ تسلم ايدك. بس كده؟ الحمد لله الاكل حلو وقلت لك تسلم ايدك. هقول لك ايه تاني؟ اياك يعني يكون فاكرني مستنيه اسمع غنيوه عن جمال الاكل وطعامته. انت عاوزه يا نوره؟ عايزه اعرف انت ساكت ليه؟ احنا من يوم ما اتجوزنا وده اول يوم احس زي ما تكون كده شايل حمل تقيل على قلبك. انت عارفه يا نوره يعني الايام كلها مش زي بعض، وانا النهارده يومي ما كانش حلو. لك من غيري تشكيله همك. مفيش. خلاص يبقى قولي ايه اللي معكر مزاجك بدل ما احنا قاعدين بناكل كاننا بناكل في جنازه ميت. اصلا انا النهارده بعت الورشه. ايه؟ قول انك بتهزر. الكلام ده مفيهوش هزار يا نوره. وعزة وجلالة الله انا من الاول خالص وانا قلبي حاسس ان في حاجه وراك مستخبيه. بعت الورشه ليه يا معتمد؟ عجبتك اوضه النوم والتكييف اللي دوشته جابت لي صداع؟ حد في الدنيا يبيع رزقه يا راجل؟ بدل ما تعملي لي مندبه لازم تعرفي حاجه يا نوره، الدنيا دي مش على حال واحد، والورشه ملهاش عزل. ليه؟ لك شغلانه تانية انا معلمش بيها؟ ايه؟ بقيت فني قنابل ذريه بدل ما انت فني تكييف؟ بعدين تعالى هنا، انت ازاي تبيع الورشه من غير ما تقولي؟ هقول لك ليه؟ بصفتي مراتك شريكة حياتك، ولا انت فاكر الجواز غسيل وطبيخ ونوم على السرير وخلاص؟ انا عايز اعرف انت ليه محدش عارف لك اول من اخر؟ ايه اللي انت دفن جواك بالظبط؟ عايزه تعرفي ايه المدفون جوايا؟ ايوه وده من حقي. المدفون جوايا كله خير، اقسم بالله العلي العظيم كله خير. وما هو خير مخبيه ليه؟ كاتم عليه وصرر ليه؟ حد في الدنيا يخبي الخير برضه؟ اصلا انا نوره كنت عايز اعمل لك مفاجاه. ايه؟ مفاجاه؟ بيعك للورشه مفاجاه؟ الورشه ملهاش لازمه وانا مش موجود فيها. انا الحمد لله جالي عقد عمل في السعوديه. ايه؟ عقد عمل في السعوديه؟ بمشيئه الله سبحانه وتعالى. جرى ايه يا معتمد؟ غمضت عينيك وفتحتها لقيت عقد السعوديه في ايدك؟ انت فاكرني ايه؟ واحده ما عندهاش مخ؟ انا مش مرتبه، انا بني ادمه. نوره انت مش شايفه ان طريقه الكلام مع جوزك بالطريقه دي لا تصح ولا تجوز؟ من اللي بشوفه منك يا اخويا ومن عمايلك السودة يا راجل، ده اي خدامه بتخدم في البيوت بتبقى عارفه البيت فيه ايه. ايش حال ده؟ انا مراتك يا نوره. حكايه عقد العمل بتاع السعوديه شغاله من قبل حتى ما اتجوزك. انا بس اللي كنت ساكت لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاه والسلام: واستعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان. يا مصيبتي،
هو انا هحسدك يا راجل؟ وبعدين تعالى هنا، لما جنابك يسافر السعوديه انا وضعي هيكون ايه؟ حاسبني في الشقه العريانه دي اللي فيها جهاز تكييف وما فيهاش تلفزيون، ولا هتوديني بيت ابويا استنى جنابك في الزيارات؟ يا نوره انت معايا، ده انا حتى ما ينفعش اسافر الا وانت معايا. انا ما ينفعش حتى اسيبك مع اي حد، حتى اهلك. احنا في ايه ولا في ايه؟ وبعدين مين قالك ان انا عايزه اسافر السعوديه؟ مش عايز اسافر السعوديه ليه يا نور؟ عشان حاجات كتير، حر موت. دي كلها تكييف يا نوره. كرهتني في التكييف، مش هسافر له برجلي السعوديه. اسمع يا معتمد، انا واحده اتربيت طول عمري بين الناس والجيران والزيطه. كل يوم الصبح كنت بصحى على بياع الفول وهو بينادي، وبياع انابيب البوتاجاز وهو بيدق على الانابيب، وابو احمد وهو بينادي على القوطه والخيار. مش هسافر السعوديه عشان اتحبس في اوضه مع جهاز تكييف وراجل، وحتى ما الاقيش شارع امشي فيه. اهو ده الكلام الفاضي بقى اللي ملوش لازمه. لا فاضي ولا مليان. بص يا ابن الناس، اعمل اللي في دماغك وانا هعمل اللي في دماغي. هتعملي ايه يعني؟ هعمل ايه يا حسره؟ هما الولايه اللي زي حيلتهم ايه غير انهم يرجعوا بيت اهاليهم والحسره جواهم تتوازن بالميزان؟ يا عقل يا نوره. ايه عقلتها يا معتمد؟ واحده غيرك كانت تفرح. مفيش واحده عاقله تقبل بالحل المايل اللي انت معيشني فيه ده. اللي بتعمليه ده يا نوره ما يرضيش ربنا ولا اي حد من اهلك. والله لو اهلي ما رضيوش يبقى الامر لله في الاول والاخر. طب مش هتخرجي يا نوره؟ ما تحطش الجاز على الولع يا معتمد وتولعها نار، احسن ثلاثه بالله العظيم. اما بنت في بيت امي وابويا الليله دي هعتبر نفسي في سجن، ولما اخرج منه لا يمكن ارجع له تاني ابدا. طب بجملة يا نوره، عشان تعرفي بقى كل حاجه، الشقه دي ملهاش عازه، وباذن الله مسافرين السعوديه ومش هنقعد فيها. ها؟ ماشي يا بنت الحلوان؟ لا حول ولا قوه الا بالله. ماشي، لا حول ولا قوه الا بالله. ده انت راكبه دماغك بقى. انت فاكره نفسك متجوزه مين؟ الكلمه اللي تسمعيها مني ردك عليها السمع والطاعه. انا مش ذكر وز بيزاد على الفاضي. خش جوه يا نواره. مش هيحصل يا اسطى. هي كلمه وملهاش تاني يا بنت الحلواني. يمين طلاق 3. لو خرجت من باب البيت ده ما انت داخلاه تاني. حلمية الزيتون يا اسطى. على عيني. طيب